دليلك العملي للتعامل مع المريض الفاهم من غير ما تخسره ولا تخسر نفسك. خليني أبدأ بتمهيد بسيط بس الأول. لو أنت شغال في العيادة بقالك فترة زمنية كافية أكيد هتكون قابلت المريض اللي داخل وهو فاهم كل حاجة، فاهم التشخيص، فاهم الخطة، فاهم البدايل، فاهم التكلفة، وأحيانا فاهمك أنت كمان شخصيا يمكن أكتر ما الست والدتك نفسها فاهمك. مش بيسأل عشان يفهم، هو بيسأل عشان يتأكد إنك ماشي على اللي هو قرره جميل. والحلقة دي مش عشان نهاجم المرضى ولا عشان نعلي نفسنا كأطباء، الحلقة دي عشان نجاوب سؤال عملي جدا: ازاي تتعامل مع المريض الفاهم من غير ما تدخل في صراع ومن غير ما تسيبه يقودك. خلوني بس الأول أرحب بيكم وأقول لكم مساء الخير عليكم وأهلا ومرحبا بيكم وحلقة جديدة من نينجا دين. معايا هخليك دكتور سنان صحيح بس نينجا. قبل ما نبدأ الحلقة عايزك تعمل متابعة ولايك وشير وحركة الإكسبلور والمضافة المفضلة وكل الحاجات الجميلة دي عشان تشجعني أستمر وعشان تكبر أسرتنا ببعض سوا. ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها في تعليق وتابع الحلقة للآخر عشان كما هي العادة مجهز لك مفاجأة لطيفة آخر الحلقة. يا ريت يا جماعة الناس تعمل فولو عشان الموضوع ده عامل لي أزمة نفسية يعني. خلينا في البداية أقول لكم جملة مهمة جدا من الأول: المريض الفاهم مش مشكلة، المشكلة في الطريقة اللي إحنا بنتعامل بيها معاه. في دكاترة أول ما يسمعوا أنا شُفت فيديو أو أنا قريت في جروب بيتوتّروا، بيدخلوا وضع الدفاع أو العكس ينسحبوا، والاتنين غلط. أول حقيقة لازم نفهمها: المريض الفاهم مش بيتحدى علمك، هو عمل كده عشان يحمي نفسه. الخوف دلوقتي مش من الألم، الخوف من الغلط، من الاستغلال، من إنه يكون اتضحك عليك. فلو دخلت معاه بعقلية أنا صح وأنت غلط، أنت خسرت من أول دقيقة. القاعدة الذهبية في التعامل مع المريض الفاهم: ما تناقشوش على المعلومة، ما تخلّيهاش تنافس ما بينك وبينه، خُده على مستوى القرار. المعلومة هو متشبّع بيها، لكن القرار لسه محتاجك. الخطوة الأولى: اعترف ببحثه بدون ما تشرعنه. أكبر غلطة إنك تقول له الكلام ده كله غلط، أو بلاش تشخيص من النت. أكبر غلطة تانية إنك تقول له أيوه كلامك مضبوط وخلاص. الصح بقى إنك تعمل إيه؟ تقول له حاجة على سبيل: واضح إنك تعبت وبحثت وده شيء يُحترم، خلّيني أرتّب الصورة كاملة من وجهة نظر طبية. الجملة دي بتعمل 3 حاجات: أنت احترمت عقله، ما سلّمتوش القيادة، وفتحت باب إنك تكمّل وتضيف على المعلومة اللي عندك. الخطوة التانية: فرّق بين المعلومة والحالة. قُل له بهدوء: المعلومة اللي جبتها ممكن تكون صح، بس تطبيقها بيعتمد على الحالة نفسها. وبعدين اربطها بجسمه هو مش بالمحتوى. الفيديو بيتكلم بشكل عام، إنما عندك إحنا بنتعامل مع كذا، سِن مختلف، عضم مختلف، تاريخ مرضي مختلف. هنا أنت مش بتكذّب المحتوى، أنت بتخرّجه من العموم للخصوص. الخطوة التالتة: اسحب القيادة من غير ما تحسّسه. المريض الفاهم بيحب يحس إنه مشارك مش متحكّم. بدل ما تقول هو ده القرار الصح، قُل خلّينا نحُط الاختيارات قدّامنا ونشوف أنسبهم لحالته، واكتب قدّامه الخيار والميزة والمخاطرة. أول ما يشوف إنك منظم أكتر من الفيديو، القيادة بترجع لك تلقائي. الخطوة الرابعة: ما تدخلش معركة مصطلحات. أخطر لحظة لما يبدأ يرمي مصطلحات. لو أنت دخلت معاه عايز تثبت إنك فاهم أو تتفوق عليه، الجلسة هنا هتتحول لمسابقة. الصح ترد بالمفهوم مش بالمصطلح. المهم مش اسم الإجرام، المهم تأثيره عليك بعد سنة وسنتين. أنت كده رجعته لهدفه الحقيقي، هو مش عايز يطلع فاهم، هو عايز يطلع متطمن. الخطوة الخامسة: حُط حد واضح وأخلاقي. في لحظة ما لازم تقول ده رأي طبي ومسؤوليتي وما أقدرش أمشي بقرار شايف إنه هيضرك. الجملة دي لو اتقالت بهدوء واحترام بتعمل حاجة خطيرة، بتفرق ما بين طبيب بينفذ وطبيب مسؤول. وصدقني حتى المريض اللي يزعل هيحترمك بعدها. حالات خاصة لازم ننتبه لها بقى: مريض طبيب تخصص تاني مش محتاج تثبت له إنك أشطر، محتاج تحول النقاش من علم لقرار. مريض مهندس أو صاحب خلفية تحليلية بيحتاج structure، جدول، مقارنة، مش محتاج إنك تلقي عليه فض.
المريض بتاع أنا شُفت نفس الحالة، لازم تفكِّك التشابه بهدوء، ورّيه الفروق الصغيرة اللي بتغيّر كل حاجة. أخطاء قاتلة مع المريض الفاهم، السخرية، الاستعلاء، المبالغة في الشرح، أو ترك القرار له بالكامل، أو الموافقة وأنت غير مقتنع. كل غلطة من دول بتدفع تمنها غالي جدًا بعدين. الخلاصة، المريض الفاهم مش عدوّك، ده اختبار ليك، اختبار لثقتك، لطريقتك، ولحدودك المهنية. الدكتور الشاطر بيعالج حالة، لكن الدكتور النينجاوي بيعرف يقود قرار. المفاجأة بقى اللي وعدتك بيها، أنا مجهّز لك ملف وورد فيه دليل عملي جدًا، جواه جُمل جاهزة للتعامل مع المريض الفاهم، سيناريوهات صعبة وردود ذكية، check list تمشي عليها في الكشف، وتمرين عملي تطبّقه من أول مريض داخل بعد الحالة. لو عايز نسخة من الملف علّق بكلمة فاهم أو أي حاجة حلوة على ذوقك إن شاء الله نقطة، هابعت لك لينك تحميل الملف. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير وحطّة الإكسبلور عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من دكاترة الأسنان المهتمين. ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها في تعليق، وما تنساش تشترك على الصفحة. ولو عايز تحتفظ بنسخة من سكريبت الحلقة مكتوب علّق بكلمة نينجا دينتست وأنا هابعت لك لينك تحميل سكريبت الحلقة. وإلى اللقاء وحلقة جديدة من نينجا دينتست.